وفي هذا الأثناء يصل في حفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي ولاية الأمير مولاي الحسن إلى الملعب الكبير بمراكش، حيث سيترأس سموه المباراة النهائية لكأس العالم للأندية فيفا 2014. وتؤدي التحية لسموه تشكيلة من الحرس الملكي. ويتقدم للسلام على سموه كل من السادة وزير الداخلية، رئيس الفيفا جوزيف بلاتير، وممثلي الفيفا، رئيسي فريق ريال مدريد وأيضا سان لورينزو. ويلتحق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالملعب الكبير بمدينة مراكش، الذي يعرف إجراء المباراة النهائية في النسخة رقم 11 لكأس العالم للأندية بين مدرستين مختلفتين، المدرسة الإسبانية والمدرسة الأرجنتينية. جمهور عاشق حتى النخاع للفريق الملكي يصل إلى المنصة الشرفية، وتصفيقات وتحيات كبيرة لصاحب السمو رفقة رئيس الفيفا جوزيف سيب بلاتير. يتم الترحيب بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي حسن الذي يترأس المباراة النهائية لنيل كأس العالم للأندية. فالأداء يلوح بيده الكريمتين تجاه الجمهور الحاضر العاشق لفريق ريال مدريد، الجمهور الرائع، الجمهور المغربي الذين يعيشون أزهى الأفراح بفريقهم الملكي وحبهم لهذا الفريق، أحسن فريق في العالم. نجاح جماهيري منقطع النظير في